تخيل معايا تبقى موظف كحيان في شركة وحياتك ملهاش لازمة، وفجأة تتنقل لعالم تاني مليان سحر وكائنات خارقة. لا، وكمان عندك قوة سحرية كفيلة تقضي على أقوى الوحوش بضربة واحدة. واو، اتحمست مش كده؟ على العموم يا بشوية، تعال احكي لك القصة من الأول. حكايتنا بتبدأ بعيل صغير اسمه ريوما، وهو ماشي وسط الأدغال مبتسم ومش فارق معاه لو كان هيقابل حرامية أو قطاع طرق. وفجأة بيشوف مجموعة من الجنود فبيقرب منهم وهو بيحاول يجمع له كلمتين، لانه من كتر قعدته مع نفسه في الغابه جاله توحد. وساعتها بيسحب الفارس سيفه وبيساله هو مين وبيعمل ايه هنا، وبيستغربوا كلهم علشان الغابه دي معروف ان كلها وحوش وحيوانات سامه، ومش طبيعي يعني ان عيل صغير يمشي فيها لوحده. وبيلاحظ ريوما ان الشخص اللي ملمومين حواليه ده مجروح وبينزف، وبيفهمهم انه معاه دواء هيعالج الحارس صاحبهم. وبيروح الساحر كامل ناحيته علشان يتاكد ان الدواء سليم، وبياخده منه وبيشربه لصاحبه. وبيعرفهم ريوما ان الكوخ بتاعه مش بعيد من هنا، وبيتحركوا معاه. وكل واحد بيسأل نفسه ازاي عيل صغير عايش في الغابة لوحده. وفجأة بيظهر لهم مجموعة السلايم السامة، فبيسحبوا الفرسان سيوفهم علشان يدافعوا عن نفسهم، بس بيمنعهم ريوما وبيعرفهم انهم اتباعه وبيساعدوه في مهام كتير داخل الغابة. وبعد شوية بيوصلوا لحيطة سد وبيفتكروا انهم تاهوا، وساعتها بيستخدم ريوما قوة سحرية وبيتفتح باب وهمي من الحيطة، وبيفهموا كلهم انه عامل كده علشان محدش غريب يقتحمه. ولما بيدخلوا بيطلع لهم ريوما مخزون من الأدوية اللي هو عاملها علشان تعالج صاحبهم، وبيتفاجئوا كلهم بقدراته وبيقعدوه قدامهم وبيعملوا جلسة تعارف. وبنكتشف ان رين هارت القائد بتاعهم يبقى حاكم المدينة، واللي معاه دول أتباعه المخلصين. وأول ما بيعرف ريوما بينحني له وبيقول له جلالة الملك، أنا بطاطا تحت رجليك. ولما بيسأل ريوما عن سر قوته وازاي قدر يصنع الأدوية دي كلها لوحده، بيفهموا ريوما ان أجداده شربوه الصنعة من وهو صغير، بس توفوا من 3 سنين وسابوه هنا ووصوه يشق طريقه بنفسه ويروح قرية تانية. لكن أهل القرية حسوا إنه وشه فقر وما كانش في عمار ما بينهم، فلما عزاله وجه قعد في الكهف. وبيطلع كامل البلورة السحرية بتاعته اللي بتعرفه حقيقة اللي قدامه. وفي اللحظة دي بيكتشفوا إن مهاراته عدت كل الحدود، وبيستغربوا إنه وصل للمستوى ده في السحر وفنون الدفاع عن النفس وهو لسه حتة عيل لا راح ولا جه. وبيقرر رين هارت إنه ما يسيبش الواد الغلبان بمهاراته هنا لوحده، وهيرجع القصر الملكي ويبلغ أبوه بالاكتشاف العظيم ده. وحس كده إن ريوما ممكن يبقى السلاح اللي يقفوا بيه قدام كل الممالك التانية، لأن بقوته السحرية اللي عنده محدش هيقدر يقف قصاده. ولما بيمشوا بيقف ريوما وهو متضايق وحاسس بالذنب لأنه كذب عليهم وألف قصة أجداده المتوفيين، بس في الحقيقة يعني هو اللي متوفي من 3 سنين. وبيرجع ريوما بالذاكرة لورا وبيفتكر إنه كان شخص بائس ووحداني والدنيا جاية عليه من كل ناحية. وفي يوم صحي من النوم لقى نفسه قاعد قدام 3 أشخاص هو ما يعرفهمش، وبيوضحوا له إنهم سحرة من عالم تاني، وقرروا يدوا له فرصة تانية لكن في عالم تاني خالص وشكل وسن مختلفين عن حياته الأولى. وبعد ما عاش ريوما الصدمة عرفوا جين كبير القعدة إن من النهاردة بقى واحد منهم ويقدر يستخدم السحر براحته، وطمنوه إن عينهم هتفضل عليه، ولو حب يتواصل معاهم يروح الكنيسة اللي في المدينة. واستخدموا سحرهم وعملوا ريوما زي الكرة الشراب ونقلوه للعالم الجديد. وفجأة فاق ريوما لقى نفسه في الغابة ورجع عيل صغير عنده 8 سنين، ولاحظ إن السحرة سابوا له كتاب فيه كل خبايا السحر، وقلب في الكتاب بسرعة وجرب يختبر قوته، وضرب الشجرة قسمها نصين وكأنها معمولة من القش. وساعتها ظهر قدامه سلايم صغير، وعين ريوما بدأت تلمع أول ما شافه، وحاول يتواصل معاه بس فشل. فمسك كتاب السحر من تاني وقعد يقرأ فيه عن كيفية ترويض الوحوش السحرية، وركز قوي على قوة السحر اللي جواه، وقدر يتواصل مع السلايم وبقوا صحاب. وشالوا ريوما وفضل يمشي في الغابة، وقرر يعيش حياة على مزاجه لأول مرة، وشاف إن أنسب مكان ممكن يقعد فيه مرتاح بعيد عن الناس هو الغابة. وبيرجع ريوما من وصلة الذكريات بالسلامة، وبيبقى عدى أسبوعين على زيارة رين هارت وأتباعه، وبيلاحظ إن في الفترة دي السلايم ما شاء الله اتضاعف عددهم عن الأول، وبينام وسطهم في الجنينة وهو مش شاغل باله بأي حاجة. وفجأة بيقطع هدوء اللحظة صوت هيوجز من وسط الغابة، وبيتفاجئ برين هارت وعيلته قدامه. وبيكتشف ريوما إن رين هارت لامم عيلته كلها وجابهم علشان يقابلوا الولد المعجزة، وبيبدأ كل واحد فيهم يعرفه بنفسه. وبيتوتر ريوما من عددهم، والرهاب الاجتماعي بيبقى سيد الموقف، بس بيحاول يمسك أعصابه ويسيطر على الوضع. وبيعتذر لهم بقى إنه مش هيعرف يضايفهم بحاجة تليق بمقامهم، وبيوضح له كيس أبو رين هارت إنهم جم من غير إحم ولا دستور. وبيستغرب من كمية السلايم اللي موجودين عنده، وبتسأله إليا بنت رين هارت إزاي بيقدر يعتني بكل العدد ده وبينيمهم فين. وبيوريهم إنه ممكن يجمع كل السلايم من كل نوع وبيخليهم سلايمايه كبيرة كده. وبيلف بيلاقي الكل فاتح بقه ومنبهر باللي عمله. وبتقرب منه إليزي مرات رين هارت وبتزعق فيه لأنها قضت عمرها كله في دراستها عن سحر الترويض وما سمعتش عن حد قدر يروض
تروض سلايم كبيره بالشكل ده، وبيشرح لها الموضوع ببساطه انه روض الصغيرين وامرهم يتجمعوا في شكل واحد، وبتتفاجئ لانه حل المعضله اللي اتخن تخين في المجال معرفش يعملها، وبتقترح عليه يقدم في نقابه المروضين ويعرفهم بالانجاز بتاعه ده. وبيدخل لهم ريوما الكوخ وبيصب لهم حاجه يشربوها، وبيديله رينهارت ساعه دهب حلوه كده، وبيشكره على مجهوده معاهم المره اللي فاتت، وبيقول له ان بصراحه كده مش ده السبب الوحيد لزيارتهم. وبتقوم إيليا من مكانها وبتوضح له تاريخ عيلتها المشرف في ترويض الوحوش، وبتنونو في دماغها بقى انها عايزه تروض سلايم، ولانه نابغه وابو السلايمات كلها فقررت تجيله يدلها على مكانهم، وكمان يعرفها انهي احسن نوع تروضه. وبيوريها ريوما بحيره على خريطه هو راسمها، وبيفهمها ان هناك هتعطر فيهم. وبتاخد بالها إيليا ان في نوعين من السلايم هي ما تعرفهمش، وبيسحبهم قدامها وبينزل لها بمرشح على كل نوع بمميزاته وعيوبه، وبيعمل لهم تجربه عمليه علشان يستوعبوا ازاي السلايم بينظف، وبيحطوا جواه حته قماش مش نظيفه، وهوب بيشتغل ولا اجدعها غساله فول اوتوماتيك، وبيطلع لهم القماشه كانها لسه جايه جديد. وبتلمع عين إيليا لما بتشوف السلايم النظيف، وبتشبط بقى ان هي عايزه تربي واحد. وبيشرح لها ريوما ان صعب تلاقي سلايم نظيف، بس برغم كده مفيش حاجه بترجع إيليا عن قرارها، وبتعرفهم انها هتروح تدور عليه ومش هترجع الا وهو معاها. وبيحب ريوما عزيمتها وحماس الشباب اللي هي فيه ده، وبيشجعها طالما ده قرارها. وبتخرج إيليا من الكوخ ومعاها ميه معينه هتجذب بيها السلايم النظيف، وعلى اخر النهار بترجع لهم وهي شايله واحد زي ابنها، وبيقعدوا في بيت ريوما من تاني وبيعملوا حفله شاي. وبتساله إليزي هو ناوي على ايه بالظبط، هل هيفضل عايش في قوقعته ولا هيروح النقابه زي ما قالت له. وبيبقى ريوما حيران ومش عارف هيجيبها منين ولا منين، وبيقترح عليه كيس يجي معاهم زياره لمدينه جيمول ويفك نفسه كده بدل الكبت اللي هو فيه. وبتلاحظ إيليا انه متردد، فبتوضح له ان نو ريسك نو فن يا معلم، وبتحكي له انها مرت بنفس اللي هو فيه ده لما خرجت لاول مره بره القلعه. وبيقتنع ريوما بحكمه اليوم اللي قالتها، وبيقرر يسافر معاهم. وبيبدا ريوما يلم كل حاجته في شنطته السحريه، وعلى تاني يوم بيبقى فضل بيت من كل حاجه، وبيقفل الباب السحري من وراه، وكده نقدر نقول انه جاهز للرحله. وبيشقوا طريقهم للمدينه، وبالليل بيريحوا في الخيم اللي معاهم، وعلى الفجريه كده بيكملوا الطريق. وبيبقى الجو مزعبب والدنيا بتمطر، وبيكتشفوا ان الطريق المختصر اللي هم ماشيين فيه مسدود بسبب العاصفه. وبيبلغوا رينهارت انهم لو غيروا الطريق هياخدوا بتاع 3 ايام علشان يوصلوا للمدينه. وبينزل ريوما من العربيه علشان يساعد الرجاله، وبيقرب منهم وبيستخدم سحره، وبيعمل حاجز علشان المطر اللي نازله فوق دماغهم دي. وبيقف قدام مجموعه صخور وبيستخدم سحره تاني، وبيقسمهم لقطع صغيره، وبيأمر السلايم يبداوا يحركوا القطع دي بعيد عن الطريق. وعقبال ما الشمس تشرق بيبقى ريوما فضى الطريق، وكلهم بيشكروه على افكاره الالمازات دي. وبيفرح ريوما جدا لانه ساعدهم ودخل السرور على قلبهم. وبيوصلوا بالسلامه لمدينه جيمول، وبنعرف انها كلها مناجم ومصانع علشان يستكشفوا اللي في باطن الارض. وبيدخل ريوما البيت اللي هيباتوا فيه وهو في قمه سعادته بالتجربه الجديده. وبعد ما بيحطوا الشنطه في البيت بيروحوا يزوروا الكنيسه علشان يطلعوا له ورقه احصائيات بقدراته. وبتقابلهم المساعده وبتاخده معاه على اوضه كده فيها بلوره، وبتشرح له يحط اللوحه قدامه ويلمس البلوره وهي هتكتب النتائج لوحدها. وبينفذ ريوما كلامها، وهوب بيتشفط الواد لجوه البلوره، وبيلاقي قدامه الصحراء اللي قابلهم يوم وفاته. وبيتبسط انه شافهم، بس ما بيكملش فرحته يا عيني لانه بيفتكر نفسه توفى تاني. وبيقعد معاهم وبيفهموه انهم استدعوه علشان يطمنوه انه ماشي على الطريق الصح، وبيقولوا له قبل ما يرجع تاني انه لو حب يزورهم يجي الكنيسه في اي وقت. وبيفوق ريوما من مفعول السحر، وبتبقى اللوحه اتكتبت عليها كل احصائياته. وبيخرج من الاوضه بيلاقي عيله رينهارت مستنياه، وبينصحوا كيس انه ما يثقش في اي حد كده والسلام، لان العين هتبقى عليه بسبب قدراته العاليه. وبيتحركوا سوا على نقابه المروضين، وبيسجلوا ريوما وإيليا عندهم، وبيستقلوا المسؤولين بريوما لانه بيروض سلايم، ودي بالنسبه لهم كائنات لا بتهش ولا بتنش. وبيقترح عليه كيس انهم يروحوا يسجلوا في نقابه المغامرين الاول علشان يثبت نفسه ويعلي من مستواه قدام نقابه المروضين. وبيطلعوا فعلا على هناك، وبيقابلوا وولجان قائد المغامرين، وبيختبر ريوما قبل ما يسجلوا عندهم، وبيطلب منه يصوب على ال5 اهداف اللي متعلقه قدامه. فبيضربهم ريوما بكل سهوله وما بيفوتش ولا واحده منهم، وبيتفاجئ الكل بمهاراته، وباين عليهم كده كانوا مستقلين بيه قوي. وبيحب وولجان يصعبها عليه، وبيعرفوا ان الاهداف هتبقى المره دي بتتحرك، ويبقى يوريه بقى شطارته. وفي لمح البصر بينط زي الفرقع لوز وبيصوب على الاهداف كلها. فبيهجم عليه وولجان من ورا بادوات حاده، لكن ريوما صحيله وبيلف يتفاداها كلها، وبيفتكروا بيهجم عليه بجد، وبيسحب سيف علشان يخلص عليه. وبيوقفه بسرعه وبيوضح له ان ده جزء من الاختبار وهو نجح فيه. وبتجري إيليا عليه وبتفضل تلف حواليه احتفالا انه نجح ولا كانه اخد شهاده الثانويه. المهم بيقبل لوجان انه يسجل ريوما، وبيسلمه الكارنيه بتاعه، وبيشرح له لوجان انه قدراته تخليه يبدا من المستوى الثالث، بس هو بيغزي العين وهيخليه يبدا من المستوى الاول زيه زي اي مبتدئ ويشق طريقه لفوق. وبيروح بعدها لمكتب المهمات علشان يختار مهمه تليق بقدراته، وبيبص على اللوحه كده وبيلاقي انهم
محتاجين حد ينظف البيوت والمراحيض العامه، فبيفتكر ان السلايمات بتاعته هتفيده في النقطه دي وبيقبل بالمهمه. وتاني يوم بيجمع ريوما السلايمات في الشنطه وبيتحرك بيهم على المهمه، وبيوصل قدام البيت وبيفضل يخبط ويعرف اللي جوه انه جاي علشان ينظف لهم البيت. وفجاه بيتفتح الباب وبتظهر من وراه مية اللي نصها قطه ونصها بني ادم، وبتبقى ريحه البيت عندها تقلب المعده، ويعين البنت ما بتصدقش نفسها ان في حد تكرم وهينظف لها البيت اخيرا. وبيبص ريوما للموقف اللي هو فيه وبيشك انه هينجح. وبيعرف ريوما من مية ان المبنى اللي جنب بيتها مصنع قديم والحيطه ما استحملتش كميه الزباله اللي جواه، وفي يوم وليله كسرت الزباله الحيطه من كتر الضغط ودخلت بيتها. وبيروح ريوما المصنع يلم الزباله اللي فيه الاول بمساعده السلايم البرتقاني، وخرج من المصنع على بيت مية وعمل نفس الموضوع. وبعدها بدا تنظيف على رواقه بقى بسلايم نظيف، ومشكورا بنى لها الحيطه اللي اتهدت علشان ما يدخلهاش زباله مره تانية. وبتتفاجئ مية بالانجاز اللي هو عمله لدرجه انها بتعيط من الفرحه وبتفضل تشكره، وبتمضي له الورق علشان تثبت انه عمل شغله وزياده حبتين. وبيرجع ريوما للنقابه وبيسلم الورق لميلين في الاستقبال، وبتتفاجئ انه قدر يخلص مهمته في اقل من يوم، وبتقدم له المكافاه بتاعته. وبيعرف وولجان باللي عمله وبياخده على مكتبه وبيتكلم معاه انه عاوزه في حاجه اكبر من المهمه البسيطه دي. وبيسبقه ريوما وبيقول له على تنظيف المراحيض العامه، فبينبهر وولجان انه كمان لماح وبيفهمها وهي طايره. وبيعرفوا ريوما انه من النجمه هيجهز نفسه ويروح على المكان. والصبح بيوصل المكان وبيكتشف ان الوضع هناك اصعب من بيت مية بمراحل، لكنه ما بيهتمش وبيطلع من شنطته السحريه لبس واقي وبيلبس سلايم على دماغه وبيسمي الله كده وبيدخل اول مرحاض، وبيسيب السلايم ينظفه وبيخلوه يلمع من النظافه. بس بيكتشف ان بسبب تراكم الزباله بقى في ميكروب منتشر في الجو وممكن يخلص على اغلب سكان المنطقه. فبيرجع جري وبيلاقي رينهارت وعيلته موجودين هناك، وبتقرب منه إليزي وإيليا علشان يطمنوا انه كويس وما جرالوش حاجه. وبيحس ريوما انه لاول مره حد يقلق عليه بجد من بعد المرحوم امه، وبيقعدوا يتناقشوا هيتصرفوا ازاي في الورطه دي. وبيطلب ريوما من وولجان انه يسيبه يتصرف في الموضوع علشان يلحقوا قبل ما الدنيا تسرح منهم. وبيبقى على قلبه زي العسل انه يسلموا المهمه، لكن عيله رينهارت بترفض انه يروح في حته لانهم خايفين يتعب من الميكروب. وبيقول لهم كيس انهم هيجيبوا قوه عامله تنظف الدنيا بداله. وبيلفت ريوما انتباههم ان دخول كذا حد منطقه المراحيض هيساعد ان العدوى تنتشر بسرعه. وبيوريهم لوحه قدراته وبيعرفهم انه يحطوا في بطنهم بطيخه صيفي لان مفيش حاجه هتقدر تخلص عليه بسهوله. وبيضطروا كلهم يوافقوا على كلامه. وتاني يوم بيجهز ريوما نفسه وبيودعهم احتياطي وبياخد السلايم وبيدخلوا المراحيض. وبيقفوا المغامرين اللي وظفهم وولجان يحرسوا المكان علشان يمنعوا اي حد يقرب ناحيتهم. وبتمر 3 ايام يا سيد، 3 ايام لحد ما عمنا ريوما قدر ينظف ال30 مرحاض العموميين بتوع المنطقه، وبيخرج بالسلامه وكل المغامرين بيطمنوا ان صحته كويسه. وبيروح يبلغ وولجان ان المهمه تمت بنجاح. وعقبال ما بيلم السلايمات في الشنطه بتشرق الشمس عليه، وبيفتكر اخر مره سهر فيها شيفت اضافي في حياته القديمه. وقتها كان بيروح بيته متاخر يلاقي امه ست الحبايب يا حبيبه قاعده مستنياه، ومن يوم ما توفت وكل حاجه حلوه في حياته راحت معاها، وبقى بيرجع البيت ما بيلاقيش حد مستنيه. ومع الوقت جدة ريوما نحست واتعودت على الوضع. وبيوصل ريوما البيت عند رينهارت وبيتفاجئ انهم كلهم واقفين مستنيينه، وكل واحد منهم بيرحب بيه، والخدامين بيسالوه لو عاوز ياكل او ياخد دش سخن كده يريح عضلاته. ومن الصدمه ما بيعرفش ريوما يرد عليهم وبيعيط لانه لقى وسطهم الدفى اللي اتحرم منه زمان. وبيصحى ريوما من النوم وبيستغرب ان إيليا طبخله وصفات من اللي قلبه يحبها، وبيكتشف انها ما عملتش كده لاجل عيونه، يعني دي بتقدم السبت علشان ياخدها يخرجها لحد ويعلمها ازاي تستخدم السحر. وما بيقدرش ريوما يرفض طلبها وبيوديها على مكان فاضي وبيوريها كام خدعه كده تسلي نفسها بيهم. وبيستغل ريوما الفرصه وبيطلب من كامل يدربه على سحر فنون الدفاع عن النفس. وبيقضوا اليوم كله بيتعلموا في انواع السحر المختلفه. وبياخدوا الخادم سيباس وبيعلموا سحر الانتقال، وبيفهموا ان ممكن يخلي السلايمات تعدي من خلاله وتجيله المكان اللي هو فيه. وبعدها بيروحوا يعملوا جوله استكشافيه في منجم الشمال المهجور عشان الوحوش اللي عايشه حياتها جواه ومش مخليه حد يعرف يشتغل. وبيقابلوا في وشهم اول وحش بالحجم العائلي، وبيوضح لهم هيوجز ان طالما لقوا منه واحد يبقى العشيره كلها نايمه في المنجم من جوه. وبتتقدم من وسطهم إيليا وبتستخدم الاسهم الثلجيه وبترميها بكل شجاعه وبتقدر تخلص عليه. وبيبداوا باقي الوحوش يطلعوا من جحرهم ويقربوا منهم. وبيجهز ريوما الادوات الحاده اللي معاه وبيهجم عليهم بسرعه وبيكومهم على الارض. وبينضفوا المنجم من كل الوحوش. ووقتها بتلاحظ إيليا ان في سلايم معدني بيتحرك في اخر المنجم، وبتجري تحلق عليه بسرعه قبل ما يهرب منها، وبتاخده وبتديه هديه لريوما.
ريوما، وبكده انضم لعيلة السلايمات نوع جديد. وبعدها بيروح مع كيس علشان يقابله سيرج صاحب شركة مورجان التجارية، وبيوريه كيس كل السلايم اللي اخترعها ريوما، وبيرمي له ان الولد ده هيتفتح من وراه مشاريع هايلة. وبتلمع عين سيرج وبيوعدهم انه هيبيع المنتجات بتاعته في السوق، وبيطلب منه رينهارت يسجل كل الارباح باسم ريوما لانهم مش محتاجين فلوس يعني، وده حقه. وبيفرح انهم خايفين على مصلحته اكتر منه وبقى ليه ظهر يتسند عليه. وبرغم كل اللي عاشوا ريوما مع عائلة رينهارت الا انه بيجي لهم في يوم وبيعرفهم انه تعبهم معاه، وبصراحة كده ميدو هو عاوز يعتمد على نفسه. وبيتفاجئوا كلهم بقراره، وبتسأله إليا لو حد فيهم ضايقه، فبيشرح لهم انهم ما قصروش في حقه، بس هو خايف يتحول لعيل فرفور علشان هم بيعملوا له كل حاجة. وبيعرفوا كيس انه درس شخصيته كويس وتوقع الموقف ده منه، وبيفهموا انهم هيسيبوه يشق طريقه بنفسه بس بشروط صغيرة، واولها كده لازم يبعت لهم جوابات يوماتي علشان يطمنوا عليه. وبتكمل إليزي وراه الشرط التاني وبتقول له لو احتاج حاجة كده ولا كده ما يترددش ويجي يبلغهم على طول. وبتزيط معاهم إليا في النص وبتشترط عليه يقابلها كمان 3 سنين مرة وكمان 6 سنين مرة علشان تكون خلصت مسيرتها التعليمية وما يبقاش وراها غيره. وبتخليه يوعدها تحت تهديد السلاح انهم هيتقابلوا، ولو ما نفذش الوعد هتخليه عبد سحري عندها وتتدرب عليه. وتاني يوم بيروح ريوما مع إليا لمكتب سيرج وبيفرجوه على مهارات السلايم النظيف واللي بيعمله، وبيشرح له ريوما فكرة محل التنظيف اللي عاوز يفتحه. وبيقترح عليه سيرج يسجل نفسه في نقابة التجار علشان يقدر يزاول المهنة وهو مستريح. وبياخده من ايده لان مفيش وقت يستنوه، وبيودوه عند جليس زعيمة نقابة التجار، وبيعرضوا عليها مشروع ريوما. وبتقلب الست الكلام في دماغها وبتسأل سيرج لو هو مالي ايده من حتة المشروع ده لانها ما بتقبلش تستثمر في حاجة وتخسر. وبيطمنها سيرج انه شاف بنفسه السلايم وهو بينظف القماشة. وبتوافق جليس على المشروع وبتوريهم مكان موقعه استراتيجي، فبياخدهم سيرج علشان يعينوه. وبيلاقوه مستودع محروق والدنيا جايه عليه شويه، وبيفهموا ريوما ان ما عندوش مشكله وهو هيظبطه ويرجعه جديد لانج. وبيعرض عليه سيرج يبعت له عمال من عنده علشان يمسكوا اداره المحل لانه مجرد عيل بالنسبه للناس والتجار ومحدش هيجيله والمشروع هيقع من قبل ما يبدا. وبيقتنع ريوما بكلامه وبيتفق معاه ياخد منه اللوازم اللي هيحتاجها. وبعدها بيسيب ريوما السلايمات بتاعته على المكان وبيهدوا المبنى وبيستخدم قوته السحريه وبيرجع يبنيه من اول وجديد. وبييجوا فرسان رينهارت وبيساعدوه وبيركبوا البلاط، ومجموعه المغامرين بيحبوا يشاركوا معاهم وبيمسكوا جرادل الدهان وبيدهنوا الحيطه. واخيرا يا ساده بيعلق ريوما يافطه المحل وبيقف يتامل في المكان. وبتقترح عليه إليا يزرع قدام المدخل كام ورده كده علشان يدوا منظر حلو، وبيشتروا كام نبته من مشتل قريب وبتساعده إليا يزرعوها. وبيحكي لها ريوما عن شغله القديم وانه كان بالنسبه له متعب اكتر من ده، لكن احساسه بالانجاز بعد ما بيخلص كل اللي وراه كان بيريحه. وبتساله بكل فضول يا ترى يا هل ترى كان شغال ايه. وبيفكر ريوما شويه هيقول لها ايه لانها مش هتفهم معنى مهندس كمبيوتر. وبيعرفها ان العبد لله ما كانش ليه شغلانه معينه في المكتب، واوقات كان بيساعد العمال في صناعه العرايس اللعبه، وهي بتسمع عرايس من هنا وبتشبط انه عايزاه يعمل لها واحده. وبيمشي معاهم ريوما وبيوضح لهم انه خلص كل حاجه في المحل وقرر يعمل افتتاح صغير كده على قد العيله والاصحاب قبل ما يستقبل الزباين. وتاني يوم بيلف ريوما على واحد من الناس اللي ساعدته، وعلى راسهم عيله رينهارت والمغامرين وحتى وولجان وجليس. وبيروح ريوما على المحل وبيقف مع الخدامين علشان يجهزوا الاكل للافتتاح الصغير بتاع بالليل. وساعتها بيجي سيرج ومعاه كارلا واخوها كالوم، وبيتفرجوا على المحل وبيستغربوا ان عيل صغير هو اللي عامله من اوله لاخره. وبيخرج لهم ريوما وبيرحب بيهم وبيقرب منه سيرج وبيعرفوا عليهم، وبيقول له انه من النهارده الاتنين دول المساعدين بتوعه ويعتبرهم ايده ورجله اليمين. وبيشرح لهم ريوما طريقه الشغل وهيعملوا ايه لو زبون جالهم، وبيوريهم كمان شغل السلايم وازاي هيغسل ويشطف. ومش بس كده، ده في واحد هيكوي والتاني هيطبق وراه ويسلموا الهدوم على الجاهز ليهم. وبينبهروا الاخوات بسيستم الشغل العالي اللي محدش قبل كده في المنطقه عمله. وبينزل معاهم للدور التحتاني وبيفهمهم ان الدور ده للموظفين بس، وبيبقى مقسمهم اوض للاستراحه واستقبال الضيوف المهمين وحمام ومطبخ، يعني دور متكامل. وبياخدهم بره للمبنى الصغير اللي عامله للسكن وبيقول لهم يختاروا الاوضه اللي تعجبهم يباتوا فيها. وبيلاحظ ريوما ان ضيوفه بداوا يوصلوا وبيطلب منهم يساعدوه في تحضيرات الحفله ويفكروا ناويين يشتغلوا معاه ولا لا. وبيمسك ريوما كوبايه العصير وبيقف في نص الاوضه علشان يرحب بالناس، بس بيشوف المنظر وبيبقى الكل مركز معاه فبيتخض، والرهاب الاجتماعي بيرجع يشتغل من تاني. وبيفتكر مواقف ليه في شغله القديم لما كان بيقف يخطب فيهم ومحدش بيديله اهتمام عكس دلوقتي. وبيستجمع قوته وبيقف يلعلع وسطهم وبيرحب بيهم وبيشكر كل واحد فيهم لانهم شجعوه وساعدوه يبني المكان ده، وجو بقى اللي هو لولاكم ما كنت هنا. وبيعدي اليوم بسلام والكل بيروح وهو مبسوط وواكل بتاع 4 مرات. وبيودعهم ريوما وبيدخل جوه المحل بيلاقي كارلا واخوها مستنيينه وبيسالهم عن قرارهم، وبيوضحوا له انهم موافقين يشتغلوا معاه لانه مش مجرد
عيل زي ما كانوا فاكرين، وشافوا ثقة الناس فيه النهارده، وده نوعا ما طمنهم، وبيوعدوه انهم هيبذلوا اقصى ما عندهم علشان يعلوا من المحل ويبقوا عند حسن ظنه دايما. وبيتبسط ريوما بكلامهم وبيعرفهم ان من بكره مفيش راحه ولا بالراحه. والصبح بيقف ريوما يسقي الزرع وهو مستني اول زبون يجيله، وبيقربوا منه كارلا وكالوم وبيصبحوا عليه وبيدخلوا ينظفوا المكان وهم في قمه النشاط. وبيبقى ريوما شاكك ان حد هيعبره من اول يوم، وبيقول لكالوم واخته انه هيخطف رجله بس لحد نقابه المغامرين يعمل له مهمه من مهامهم سريعا كده ويرجع لهم. وبتخرج معاه إيلي علشان تلحق تدريبات السحر المكثفه اللي بتاخدها. وبيوصل ريوما النقابه والكل بيستغرب انه موجود هنا وسايب افتتاح المحل بتاعه، وبيشرح لهم ان ده اول يوم، يعني لو جاله شخص واحد يبقى كويس قوي. وواحد من زمايله بيعرفه انه هيخلص شغله ويروح ينظف هدومه عنده. وبيكتشف ريوما ان اصحابه عاملين له ماركتنج جامد قوي ومعلقين اعلان في النقابه عن المحل. وبيقف ريوما يختار مهمه من على اللوحه وبيقدمها للمساعده في الاستقبال، وبتختم له الورقه وبيتحرك على المناجم علشان يجمع الاعشاب المطلوبه في المهمه. وكالعاده ما خدش وقت وبيرجع تاني للنقابه وبيسلم الاعشاب اللي معاه، وبيروح يشوف المحل بتاعه وبيتفاجئ بكميه الناس اللي موجوده فيه. وبيستخدم سحر التنقل وبيدخل في لمح البصر وبيساعد كارلا وكالوم، وبيعرف منهم ان الناس كانت مستنيه الافتتاح على احر من الجمر. وبيشتغلوا بكل طاقتهم وبيخلص اليوم، وبيشكرهم ريوما على تعبهم معاه. وبيلاحظ انهم ما خدوش النهارده راحه، وبيخاف يغلط نفس غلطه شغله القديم ويستغل الناس وهيكرههم فيه من اولها. وبيوعدهم انه هيشغل ناس زياده معاهم، وبيقترحوا عليه يطلب من نقابه التجار وهم هيوفروا له ايدي عامله. فما بيضيعش وقت وبيروح في ساعتها على النقابه. وبتستغرب جليس انه من اول يوم عايز عماله زياده، وبتوضح له انها هتجمع له كام حد كده وهو يتشوز بينهم براحته بقى. وبيرجع بالليل على بيت رين هارت وبيحكي لهم على اول يوم شغل، وبيشجعوه انه يكمل، وبيقترحوا عليه يروح سكن الحراس وهيلاقي ناس كتير هناك عايزه تشتغل، وكمان هيلم زباين تجيله تنظف هدومها وهو يضرب عصفورين بحجر واحد. وبيشكرهم ريوما وبيستأذن وبيطلع اوضته علشان ينام، وبيفتكر انه في حياته القديمه كان بيتعب في شغله بس عمره ما حس براحه زي اللي حاسسها دلوقتي. وتاني يوم بيروح ريوما لنقابه التجار لان جليس لمت له شويه ناس يختار منهم، وبيدخل عليهم ريوما الاوضه وزيهم زي غيرهم بيستغربوا ان ده صاحب المشروع اللي مكسر الدنيا. واغلب الموجودين ما بيحبوش يشتغلوا تحت ايد طفل مربي شويه سلايمات، وبيقوموا يمشوا من المكان ما عدا في وبنته لين ما بيتحركوش من مكانهم. وبيخمن ريوما انهم موافقين يشتغلوا معاه، وبيقربوا منه وبيعرفوه بنفسهم، وبيوريه في اصابه رجله وبيساله هينفع يشتغل برجله دي ولا ايه الدنيا. وبيفكر ريوما ان السلايم المعالج هيقدر يشفيها، وبيقول له يا مرحب بيك انت وبنتك، وبيستفسروا لو في مكان يباتوا فيه. وبيطمنهم ريوما انه متكفل بالحته دي وعامل لهم سكن. وبتفرح لين وبتحسوا شغل لقطه من كل الجوانب، وبيتفقوا على كل حاجه، وبيوافق ريوما يشغلهم عنده. وبيتحركوا على المغسله وبينبهروا في ولين بالمكان وبكميه الزباين اللي عنده. وبيدخلوا المحل وبيعرفهم ريوما على كالوم واخته وبيوزع ما بينهم المهمات. وبياخد في على اوضه الضيوف وبيجيب السلايم المعالج اللي بينور في الضلمه، وشويه وبيقدر في يقف على رجله من تاني. وبعدها بيوديهم مبنى السكن وبيقدم لكل واحد فيهم اوضه يبرطع فيها براحته. وبيرجع ريوما علشان يشوف الحسابات مع كارلا، وبيتفاجئ انها زادت من تاني يوم. وبتوضح له ان المحل بقى اشهر من نار على العلم، وبيجي لهم ناس من كل مكان تقريبا. وبيقترحوا عليه يفتح فرع تاني في المدن اللي حواليهم، بس بيحس ريوما انه لسه بدري على تنفيذ الفكره دي. وبيفهموا كالوم ان مفيش حاجه اسمها لسه بدري عند التاجر، ولازم ينتهز الفرصه اول باول. وبيتخض ريوما من طريقته وبيقول له انه هيدرس الموضوع وهيحاول ينفذها. وبيعين لين وفي حراس للمكان لان خبرتهم في فنون الدفاع عن النفس كويسه، فبالتالي هيقدروا يسيطروا على الوضع لو حصلت اي مشكله. وبالليل بيروح ريوما لنقابه التجار من تاني، وبيطلب من جليس تشوف له 3 موظفين يساعدوه في استقبال الناس، وكمان محتاج طباخ يعمل لهم لقمه حلوه كده. وبتقول له جليس انها المره دي هتنقله ناس على الفرازه. وتاني يوم بتجيله ومعاها 3 انسات كده علشان يساعدوه في الشغل، ومعاهم الطباخه سلمى زي ما طلب بالظبط. وبتعرفوا جليس انهم موافقين على كل شروطه، وبيفرح ريوما لانه مش هيضطر يناهد مع حد، وبيرحب بيهم كلهم في عيله المغسله. وبتمر الايام وبيبقى شغل ريوما ماشي 100 فل و10. وبتيجي عيله رين هارت وبيبصوا عليه من بعيد ونظرتهم كلها فخر لانهم ما توقعوش في وقت صغير يحقق النجاح المبهر ده. وبعد كام يوم بيجتمع سيرج مع ريوما لانه عاوزه في مشروع شغل جديد، وبيشرح له سيرج انه بيقدم له خيوط وسبايك حديد من السلايم بكميات معقوله، لكن هو عشمان ينتج له من القماش الوتر بروف الجميل اللي بيستخرج من السلايم لانهم داخلين على موسم صيد الضفادع من البحيره وهيبقى عليهم الطلب في السوق. فبيوافق ريوما ينتج له منهم كميه، وبيشتغل ريوما ليل نهار في المنجم مع السلايم علشان يعمل القماش الوتر بروف، وبيسلي وقته عقبال ما القماش ينشف. وبيدرب السلايم على فنون الدفاع عن النفس، وهوب 2 3 4 وبيرجع ريوما على المحل بتاعه تاني وبيطمن ان كل حاجه ماشيه تمام. وبيخرج من اوضه الغسيل بيلاقي الموظفين ملمومين حوالين حاجه، فبيقرب منهم وبيسالهم عن اللي
اللي بيحصل، فبتعرفوا كارلا ان الارباح زادت 3 اضعاف في اقل من اسبوع. وبيتفاجئ ريوما ازاي حاجه زي دي حصلت، وبيشرحوا له ان صيتهم مسمع وسط عمال المناجم واصحاب المصانع الكبار، والكل مبسوط بمستوى تنظيف الهدوم. وبيفرح ريوما وبيطمن عليهم وبيستفسر منهم لو مرتاحين في الشغل معاه ومش ناقصهم حاجه، وبيشكروه على اهتمامه الزياده بيهم ولانه مش محسسهم بالغربه، وبقوا كلهم مع بعض اسره كبيره. وبتنادي عليهم سلمى علشان يتعشوا مع بعض. والصبح بيروح ريوما نقابه المغامرين علشان يشوف له مهمه يعملها بدل الفضا اللي هو فيه ده. وبتبلغه ميلين انها سمعت بوصول مجموعه مغامرين من بره البلاد ومعاهم نوع سلايم جديد، وما رضيتش نقابه المروضين تشتريه منهم. وبتلمع عين ريوما وبيطلب منها تدله على مكانهم. وبعدها بيتحرك على الحانه اللي قاعدين فيها المغامرين وبيقرب منهم وبيعرفهم بنفسه. وطبعا ما بيصدقوش انه مغامر ومروض في سنه الصغير ده، بس هو ما بيهتمش بكلامهم لانه اكتسب مناعه منه خلاص. وبيوضح لهم انه سمع بقصه السلايم اللي معاهم وعاوز يشتريه منهم. وبيتكلم معاه شين قائد المجموعه وبيوريه السلايم النادر، وبيلاقيه ريوما سايل ونايح في نفسه عكس السلايمات اللي شافها قبل كده. وبيقول لشين انه هيدفع له ضعف الرقم اللي هو عرضه على النقابه، وبيسلمهم الفلوس وبياخد بعضه وبيمشي. وبيوصل منطقه المناجم وما بيلاقيش فيها حد، فبيروض السلايم وبيكتشف من تقييمه انه من فصيله الفامبايرز. وبينزله من الكوبايه وبيشوفه بيزحف ناحيه حيوان متوفي وبيشرب نزيفه. وبيتبسط ريوما جدا بالنوع الجديد والفريد من نوعه اللي بقى معاه. وتاني يوم بيتحرك ريوما مع عائله رين هارت للساحل علشان يعلموه مع بنتهم انواع جديده من سحر الترويض. وبيقدر ريوما يروض حمامه وبيتعامل معاها كانه مربيها بقاله 10 سنين. وبياخدوا استراحه شاي وبتتكلم مع إليزي لانها متفاجئه انه قدر يروض كائن تاني غير السلايم بسرعه كده. وكل واحد من العيله بيحكي له في اول تجربه ليه في التربيه وانهي كائن قدروا يروضوه. وبتقوم إليزي من مكانها وبتوري له انه حظها خلاها تروض ذئب سحري، وبيكتشف ان مهاراتها في ترويض الذئاب عدته مع السلايم. وبتعدي الايام وبيكمل ريوما انتاج القماش الووتر بروف. وبتجيله إيليا تتدرب معاه على سحر الترويض وتعزف له على الكمان شويه وتمشي. وبيقدر ريوما يسلم الطلبيه لسيرج في الميعاد اللي اتفقوا عليه ويقبض منه الفلوس. وطول الليل بيفضل ريوما يجرب يعزف على الجيتار بتاعه علشان يروض الطيور مع إيليا كمان يومين. وبيفتكر انها اخر مره هيقضي معاها وقت، لانها بعد رحله الترويض دي هتسيبه وهترجع مع عائلتها للقصر الملكي علشان مدرستها. وبيجي يوم الرحله وبيتحركوا ابطالنا ناحيه البحيره، وبيتفاجئ ريوما لما بيشوف منظر الطيور. وبيلاحظ ان مجموعه المغامرين موجودين في نفس البحيره بيحاولوا يصطادوا الضفادع. وبيبقى في واحد بيحاول يروض الطيور لكنه بيفشل فشل ذريع، فبيرمي الناي في الارض وبيسحب سيفه وبيهوش بيه الطيور من غضبه. والطيور ما بتسكتلوش وبتقرب منه وبتهجم عليه بقوتها السحريه، وبيحميه ريوما بسحره. وبتتضايق الطيور انها ما قدرتش تخلص عليه، وبتعمل صوت مزعج ما حدش بيقدر يستحمله غيره. وبيبص ريوما بعينه بسرعه وسط الطيور وبيشوف القائد بتاعهم اللي عامل الازعاج ده كله، وبيستخدم قوته وبيحطه جوه بالونه وبيحركها، فبتخاف الطيور وبتطير بعيد عنهم. وبيشرح له كيس ان الطائر ده نادر ومختلف عن باقي الطيور لانه بيستخدم سحر اسود، ولما بيتضايق عينك ما تشوف الا النور، بيخلي الواحد يحس بتشتت وهلوسه. وبيرجعوا الفرسان ناحيتهم بعد ما اطمنوا على كل المغامرين اللي موجودين، وبيعرفوهم ان كل الطيور مشيت بسبب الصوت ومش عارفين هيرجعوا امتى. فبتصمم إيليا انهم يستنوهم لان قلبها بيقول لها هيخرجوا من عشهم تاني. وبيفضلوا واقفين عند البحيره وبتبقى خلاص الشمس بتغيب، وبيحس ريوما ان مفيش امل ترجع الطيور مره تانيه. وفجاه بتخلف الطيور توقعاتهم، ولما الجو هدي قررت تخرج من تاني. وبتقف إيليا الاول وبتعزف بالكمان بتاعها وبتقدر تروض ال9 طيور في نفس الوقت. وبيجهز ريوما نفسه وبيتحرك بالجيتار بتاعه، والكل بيتسحر انه بيقدر يعزف بالشكل ده. والطائر النادر بيعجبه اللحن وبيقرب منه وبيروض عدد اكبر من إيليا، والكل بيفرح بيه وبيشجعوه زي عادتهم. وبيرجعوا البيت وبيعملوا احتفال كبير بمناسبه نجاح إيليا في الترويض، وبيقضوا الليله مبسوطين وبتسلطنهم إيليا بالعزف بتاعها. وبعدها بتروح تقعد مع ريوما قبل ما تمشي الصبح، وبتقدم له سلسله فيها حجر من الياقوت، وبتفهمه ان الصحاب لما بيسيبوا لبعض هديه عليها القيمه قبل ما يمشوا معنى كده انهم هيتجمعوا مره تانيه. وبيفكر ريوما هيديها ايه من عنده، وبيسلمها 2 من اعز ولاده، السلايم النظيف والسلايم البرتقاني. والصبح بينزل من النجمه علشان يودع الفرسان اللي بيعتبرهم اخواته الكبار، وكمان علشان يودع العيله الكبيره اللي اعتبرته جزء منهم وساعدته من غير ما يطلب منهم. وكل واحد منهم بيوصيه الوصايا ال10 علشان يهتم بنفسه في غيابهم. وبتوعده إيليا انها هتاخد بالها من دراستها وهتتعلم السحر كويس، وبتهدده بالطريقه لو نسي وعده بمقابلتها كمان 3 سنين هتاخده فار تجارب لتدريباتها في السحر. وبيوضح لها ريوما انه هيعد الايام علشان يتقابلوا. وبتتحرك العربيات بعيد عنه وبيقف يشاور لهم، وبيفكر نفسه انه وراه شغل متلتل قد كده في المحل ومفيش مجال انه يضيع وقت. وبيوصل ريوما المحل بتاعه وبيطمن ان كل الامور ماشيه تمام. وبتقعد معاه كارلا وبتطلب منه يجي كل يوم على العصاري كده، وبيتفاجئ من كلامها. فبتوضح له انه لما بيجي من النجمه بيخلص كل المهمات اللي المفروض هم
يعملوها، وما بتلحقش هي تدرب الموظفين الجداد على حاجه. وبيعتذر لها ريوما لانه ما لاحظش انه بيعطلهم، وكان فاكر ان ده نوع من انواع المساعده. وفجاه بيسمعوا صوت عالي من بره، وبيخرجوا بيلاقوا لين ماسكه راجلين وبتربط فيهم بحبل الغسيل. وبيسالهم ريوما ايه اللي حصل، فبتقول له فينا اللي شغاله معاهم ان في شويه بلطجيه جم يشككوا في نظافه الهدوم بتاعتهم، وبتحكي له انهم دخلوا بقلب قوي وزعقوا وسط الناس ان الهدوم مش نظيفه وهي بتلمع في ايديهم اساسا. بس بقى يا سيدي، ومسكتهم لين وعلمتهم الادب على اصوله، وبتاخدهم لين علشان تسلمهم لحراس المنطقه. وبيروح ريوما المنجم علشان يجرب حاجه طقت في دماغه كده، وبيستخدم عصاره السلايم اللزجه وبينشفها بسحره، وطبقه ورا طبقه لحد ما طلع له لوح ازاز ما بيتكسرش. وبيقضي الليل كله يعمل منه كميه كبيره علشان تكفي كل شبابيك المغسله. وبيلاحظ ان في لون سلايم مختلف وسط السلايمات بتاعته، وبيقيمها وبيكتشف ان السلايم الضار اتحول لسلايم علاجي. وبيفتكر انه وقع ازازه ترياق بالغلط في البيت، وعقبال ما راح يجيب قماشه علشان يمسحها كان السلايم شربها. وبيرجع البيت وبيخلي كل السلايمات الضاره تشرب من الترياق. وبيكتشف ان السلايم هينتج له انواع مختلفه من الادويه. وتاني يوم بيعدي ريوما على الشغل متاخر، وبيعرف من كارلا ان المتدربين شربوا الشغلانه وكل حاجه بقت بيرفكتو. وبينادي على في ولين وبيتناقش معاهم ان الشبابيك بتاعتهم ضعيفه وممكن اي حد معدي يقتحم المكان، وهم بقى عليهم العين ولازم يحموا نفسهم. وبيفهموا انه عاوز يغير الازاز بحاجه اقوى، وبيستخدم سحر التنقل وبيطلع لهم لوح ازاز من اللي عمله في المنجم. وبتحاول لين بقوتها تكسره بس ولا الهوا، وحتى لما بتستخدم سحرها لوح الازاز ما بيتخدش. وبيقترح في انهم ما يبدلوش كل الشبابيك علشان ما يتسجنوش جوه المحل وما يعرفوش يخرجوا. وبتتكلم مع كارلا ان لازم يفتحوا فرع تاني للمغسله في مدينه تانيه حواليهم. وبيخرج ريوما من المكان وبيتحرك ناحيه الشركه بتاعت سيرج، وبيفكر طول الطريق في كلام كارلا لانه ما صدق اخد على المكان هنا ولقى ناس بتحبه، فهو مش مستعد يسيبهم ويكمل رحلته في بلد تانيه ما يعرفش فيها حد. وبيوصل عند سيرج وبيعرفه انه محتاج كميه محترمه من ازايز حفظ الادويه، وبيستغرب من طلبه. فبيشرح له ريوما انه لقى نفسه فاضي فقال ينتج شويه ادويه تفيد البشريه. وبيبعتوا سيرج لنقابه التجار عند جليس علشان يشتري الكميه اللي عايزها بسعر الجمله، وبيوريها الادويه اللي قدر يعملها لحد دلوقتي. وبتنبهر ان رغم صغر سنه ده قادر ينتج اكتر من منتج في نفس الوقت. وبتعرض عليه جليس تاخد منه كل كميه الادويه اللي هينتجها وهتحاسبه عليها بسعر كويس علشان يلم الفلوس اللي محتاجها ويروح يفتح محل في مدينه تانيه. وبيمشي ريوما من عندها وهو متضايق لان كل الناس بتزن عليه علشان يفتح الفرع التاني. وفجاه بيلاقي الطائر من بتوع إيليا فوق دماغه، وبيعرف انها بعتله رساله، وبيقعد على جنب الطريق وبيقراها، وبتبقى بتطمنه انهم وصلوا وكل امورهم تمام. وتاني يوم بتقعد كارلا مع ريوما وبتوري له ورق الميزانيه بتاعتهم، وبتوضح له ان المساعدين طوروا من نفسهم الفتره الاخيره وبقوا قادرين يشيلوا المحل من غيره وحتى من غيرها. وبيلاحظ ريوما ان مفيش مفر، وبيبلغها تبدا الاجراءات علشان يفتحوا الفرع التاني. وبيروح لجليس بيلاقيها مجهزه له 3 اماكن مختلفه علشان يختار موقع المحل الجديد. وبعدها بكام يوم بيلم شنطته وبيودع كل اصحابه في المغسله علشان يبدا رحله جديده في مكان مختلف. والصبح بتوصل رساله لإيليا منه وبيعرفها انه ساب مدينه جيمول وشد الرحال لمدينه ليناف، وده علشان يفتح الفرع التاني هناك. وبتفرح انه اخيرا اخذ الخطوه دي. وبينبهر ريوما لما بيشوف شكل المدينه من بعيد، وبرغم خوفه بيبقى متحمس يقابل ناس جديده. وبيدخل المدينه وبيلاحظ انها اصغر في الحجم من جيمول. وبيخرج رساله اديتها له جليس لواحد اسمه بيرو هيساعده هنا علشان يمشي اموره. وبيروح على العنوان اللي مكتوب على الجواب، وبيقابل في وشه ميابي الثعلبه، وبيكتشف انها بنت بيرو اللي بيدور عليه. وساعتها بيقرب منهم بيرو وبينكش بنته بكلمتين، وبتقول له انه مش وقته اللي بيعمله ده، وبتعرفه ان ريوما عاوز يتكلم معاه. وبيخرج له الرساله وبيوضح له انها من جليس علشان يساعده يفتح المحل بتاعه هنا. وبيرحب بيه بيرو وبيفهمه انه جاي له من طرف الحبايب، وبيشرح له ان المفروض يعمل شويه اجراءات قد ابوه وامه، لكن هو راجل طيب وخلص له كل حاجه. وبتتفاجئ ميابي ان العيل ده يبقى فاتح محل وجاي المدينه عندهم علشان يفتح التاني، وبتبقى فاكره انه في نفس سنها وهي يا دوب قادره تشتغل مع ابوها في المحل. وبيلفت بيورو انتباهها انه اصغر منها بسنه كمان، وبتعتذر لريوما من ردة فعلها، بس هي اتفاجئت شويه وبترحب بيه وسطهم. وبيتحرك ريوما مع بيرو على فرع نقابه التجار علشان يخلصوا اخر كام اجراء. وبيتصدم ريوما ان مبنى النقابه عندهم ولا القلعه، وبيدخلوا يستنوا نائب النقابه. وبيأكد بيرو لريوما فكره ان المبنى كان قلعه، وبيفهموه ان الحكومه مجمعه فيه كل النقابات علشان ما تشتتش الناس وهو مشوار واحد يروحوا ويخلصوا. وبيكتشف ريوما ان عندهم نقابه للتنانين وبيستخدموها علشان تنقل البضائع والناس، وده كان حال العالم قبل ما يخترعوا الطيارات باين. وبعد شويه بيخلصوا كل الاجراءات وبيتحركوا على مكان المحل، وما بيبقاش بعيد عن محل بتاع بيرو. وبيشكروا ريوما على تعبه معاه النهارده ويبقى يردها له في الافراح بقى. والفضول بياكل بيرو من جوه، وبيسحب ريوما علشان يتفرجوا على المكان. وبيفرح ريوما لان مساحه البيت مش صغيره وفي اوضه يقدر يبات فيها. وبيبعت الطائر بتاعه برساله لجيمول علشان تيجي كارلا مع الموظفين الجداد ويشغلوا المحل. وبعدها بيروح ريوما مع بيرو علشان يتغدوا،
يتغدوا ويعوضوا الفرهده بتاعت النقابه. وبيتفاجئ ريوما بالاكل اللي محضرينه لان بقاله زمن ما كلش من الحاجات الطبيعيه دي، وبتفرح ميابي لان الاكل عجبه ودخل مزاجه، وبتتكلم معاه علشان يفك ويتعامل معاهم براحته كده. وبيعرف ريوما ان بيورو باعت بنته لنفس المدرسه اللي فيها إيليا، يمكن تحسن من سلوكها وتعرف تتعامل مع الناس. وبتبقى ميابي مش عايزه تسيب بيتها وتروح في حته من الاساس، لكن حكم القوي. وبعد الاكل بيتكلموا مع ريوما عن خطته للمحل، وبيشرح لهم انه هيظبط المكان لحد ما الموظفين بتوعه يوصلوا بالسلامه، وبيقول لهم ممكن يسلي نفسه ويشتغل كمغامر ويلم شويه فلوس زياده. وبتتصدم ميابي للمره ال5000 بمهاره جديده بيقدر ريوما يعملها، وبيفهمها انه مش اي مغامر، ده كمان وصل للمستوى الثالث. وبتقترح عليه بمهاراته دي يصطاد لهم الخنزير اللي مزاول الناس في الغابه ومش مخلي حد عارف يخرج بره المدينه، وده مأثر على التجاره. وبيفتكر ريوما ان الخنزير ده من الوحوش اللي في مجموعه جين السحريه، وقبل ما يبعتوه للعالم هنا بلغوه ان ممكن يقابله، وطلبوا منه لو لمحوه يخلص عليه لانه عامل قلق كتير في المنطقه. وبيفوق ريوما على صوت بيورو وبيعرفهم انه كان من زمان نفسه يقابل الخنزير، وبيفرح بيورو وبيشجعه انه يخلص عليه في اسرع وقت ممكن، ويا ريت لو يجيبه له يستفاد منه هو كمان. وبتبقى ميابي هتشيط من تصرفات ابوها، وبتشرح لهم ان مستوى سحر الخنزير اقوى من قدره ريوما، ولو جراله حاجه هيروحوا هم فابو بلاش. وبيعتذر له بيرو وبيوضح لهم انه كان بيهزر. وبينشغل بيرو في المحل بتاعه وبيسيب ريوما مع ميابي علشان تاخده في لفه حوالين المدينه. وبعد ما بياخدوا جوله سريعه بيعرفهم انه هيروح نقابه المغامرين علشان ينجز لهم المهمه، وبتنبه ميابي عليه لو شاف الخنزير ياخد بعضه ويهرب من قدامه. وبيخرج ريوما بره المدينه علشان يلم شويه اعشاب، وبيكتشف ان ميابي كان معاها حق لما قالت ان قدراته على قده ومش هيستلم مهمه الخنزير. ووقتها بيجيله الطائر برساله جديده من إيليا، وبيسيب اللي في ايده وبيقعد يقراها بكل حماس، وبيعرف ان هي وعيلتها فخورين بيه لانه قدر يكبر شغله اكتر. وبتتمنى إيليا انه في يوم يفتح فرع عندهم في العاصمه علشان تقدر تشوفه وتتكلم معاه بدل شغل الحمام الزاجل ده. وفجاه بيعكر مزاجه صوت سويت عالي، وبيلاقي ولد وبنت بيتحركوا ناحيته بسرعه، وبيجري وراهم الخنزير. وبيقوم ريوما وبيطلع السهم بتاعه، لكن قبل ما يصوب بيلاحظ ان السهم مش هيحوق معاه، وبيهجم عليه بفنون الدفاع عن النفس اللي هو اتربى عليها. وبتقوم بينه وبين الخنزير معركه، وبيديله ريوما القضيه في دماغه وبيوقعه على الارض وما بيحطش منطق. وبيتفاجئوا الاتنين التانيين انه قدر يخلص على الخنزير اللي غلبهم لمده سنين. وبتشكروا البنت على انقاذهم، وبتعرفوا ان صاحبتهم متصابه وسابوها ورا الشجر وهيردوا له جميله ده لما ينقذوها. وبيعرض عليهم يروح معاهم ويساعدهم لانه بلا فخر بيقدر يستخدم سحر الشفاء. وبتقول له البنت حس كده نتحرك احنا نجيبها لك من مكانها ونرجع لك تاني. وبيخلي ريوما السلايم الفامباير يشرب كل نزيف الخنزير لحد ما يشبع علشان يقدر ياخده لبيرو زي ما كان عايز. وشويه وبيرجعوا، وبيقرب ريوما من صاحبتهم وبيخلي السلايم المعالج يشوف شغله، ومفيش 5 ثواني وبتفوق صاحبتهم ولا كأن اي حاجه حصلت. وبيبقى شايلهم جميلايه تانية، فبيقدم له الفارس الفلوس الوحيده اللي معاهم. وبيعرف ريوما انهم من المغامرين، وبيقرر يستغلهم وبيطلب منهم يشيلوا معاه الخنزير لحد المدينه علشان يثبت لنقابه المغامرين انه ما خالفش اوامرهم وهو قابلهم صدفه وحماهم منه، ويبقوا بالطريقه دي ردوا جميله تالت ومتلت. وبيرجع ريوما على المحل بتاع بيرو، وبتدخل ميابي وهي متعصبه وعلى اخرها من تصرفاته لانها قالت له يبعد عنه مش يخلص عليه. ووقتها بيجي مندوب من نقابه المغامرين وبيسال ريوما من اين لك هذا، وبيشهدوا ال3 مغامرين بالواقعه وانه ما خالفش اوامر النقابه ولا حاجه. وبيوضح له المندوب انه يجيب الناب بتاع الخنزير كدليل علشان يسلموه المكافاه. وبيرجع ريوما من النقابه، وبيطلع بيورو وبياخده على المطبخ علشان يلاقي لهم بدماغه الالمازات دي وصفه حلوه يطبخوا بيها اللحمه اللي عندهم. وبيجيب ريوما اغلب المكونات اللي في المحل وبيعمل فيها الشيف حسن بتكاته وحركاته. وبيمسك بيورو ورقه وقلم وبيكتب وراه الخطوات اللي بيعملها، وبيجهز الطبق وبيقعدوا علشان يدوقوا. وبينبهروا انه قدر يظبط التوابل وطعمه بيبقى في حته تانية. ومن تاني يوم بينفذ بيورو الوصفه وبيلم عليه الناس علشان يدوقوا التحفه الفنيه دي. وبتوصل كارلا بالسلامه، وبتقدم له الموظفين الجداد اللي هيشتغلوا معاه في الفرع ده، وبيدخلوا المكان وبيقسموا بينهم المهمات علشان ينجزوا في الوقت ويفتحوا المحل. واخيرا بيخلصوا كل التحضيرات وبيفتتحوا المغسله بارت 2. وبيبقى بيورو وبنته اول الزباين اللي بيدخلوا المكان وبيسلموا لريوما هدومهم علشان تتغسل. وواحده واحده بتبدا الرجل تتجرع على المحل وبيتملي بالزباين. وفي اخر اليوم بيجمعهم ريوما وبيشكرهم على المجهود اللي عملوه النهارده، وبيوضح لهم انه ما ساعدش حد في حاجه وكل الانجازات دي ترجع لهم هم. وبعد ما اطمن ريوما ان الفرع التاني في ايد امينه بيقرر يرجع للفرع الاساسي، وبيطلب من ميابي لما تروح المدرسه بتاعتها تتقرب من صديقته إيليا وتعاملها بطريقه كويسه، ويا ريت يعني لو تعتبرها صاحبتها. وبيوصل ريوما الشركه عند سيرج وبيقدم له طقم توابل مستورد هديه، وبيوضح له سيرج انه لو كان اتاخر عليه يوم واحد ما كانش هيلاقيه لانه مسافر مدينه كليبان علشان يحضر سوق الحاجات السحريه. وبيوريه مجموعته الخاصه اللي اشتراها اخر مره من السوق، وبيفهمه ان تجميعة الحاجات السحريه دي ممكن تخليه يبتكر اداه سحريه جديده. وبينبهر ريوما بالسوق وبيشاور عقله على
علشان يزوره. وبيقعد ريوما مع كالوم وبيتكلم معاه انه بيفكر يرجع للكوخ بتاعه في الغابه لانه ساب حاجات مهمه هناك من ريحه اجداده، وما بيعترضش كالوم على قراره وبيفهمه انه هيهتم بالمغسله كانه موجود، وبيوضح له انه لو الرحله مش مهمه قوي بلاش يجازف ويروح لانها هتبقى صعبه عليه بسبب الوحوش اللي ممكن يقابلها. فبيطمنه انه قدها وقدود ودي فرصته علشان يعلي من مستواه. وبيروح بعدها على نقابه المغامرين وبيقابل المساعده ميلين وبيطلب منها يتكلم معاها في حاجه بخصوص مهماته، وبتاخده مع المساعده الجديده لاوضه المكتب وبيشرح لهم انه عاوز مهمات من نوع خاص علشان يرفع من مستواه، وبيقدم لهم ورقه فيها اسماء الوحوش اللي عاوز يخلص عليها، وبيعرفهم انه عايز يعرف الاول كل المعلومات اللي تخص كل وحش منهم، وبيسالهم عن انواع الوحوش اللي ممكن يقابلها في الغابه العظيمه اللي كان عايش فيها. وبتتخض ميلين لان مفيش حد يقدر يروح الغابه دي ويطلع منها سليم، وبيضطر ريوما يحكي لها قصه حياته علشان تسيبه يكمل الرحله. وبتقول له ميلين طالما هو عازم النيه انه يجيب باقي حاجته من الكوخ وبيسالهم علشان يامن نفسه فهي مستعده تساعده، وبتقدم له المساعده الجديده الورق اللي هو عايزه، وبتجيب له مهمه تانية يسلي نفسه بيها قبل ما يطلع رحلته. وبيكتشف ان المهمه موجوده في مدينه كاليبان اللي كان بيخطط يزورها، وبيوصل ريوما للمدينه وبتبقى مليانه على اخرها من كل حته بسبب السوق، وبيتحرك على عنوان علشان يسلم الصندوق اللي معاه ويخلص مهمته. وبيدخل المكان وبيقابل دينو صاحب الهلمه دي كلها وبياخد منه الحاجه وبيمضي له على الورقه، وبيشكروا ريوما وبيبقى هيمشي بس بيوقفوا الراجل وبيفهموا انه جاي من سكه سفر واقل واجب يقدم له حاجه يبل بيها ريقه، وبيعمل له كوبايه شاي من اللي هي وبيقعد ريوما يشربها بمزاج. وساعتها بيدخل عليهم سيرج وبيتفاجئ ان ريوما موجود وبيخرج معاه بره المكان، وبيعرض عليه سيرج بما انه هنا فيبات في الفندق اللي هو قاعد فيه وياخده بكره في جوله في السوق. فبيوافق ريوما وبيتحركوا على الفندق وبيسيبوا سيرج يكمل طريقه لوحده لانه هيعدي على كام مكان الاول، وبيحس ريوما بالملل وبيقعد يفتكس في الاوضه لحد ما بيجي له سيرج وبينزلوا يتعشوا سوا في مطعم جنب الفندق، وبيوري له ريوما انه عمل صندوق موسيقي باللعبه السحريه اللي كانت معاه، وبيقترح سيرج عليه انه ينتج كميه اكبر من صندوق الموسيقى ويبيعه، وبيأكد ان دينو هيساعده في المهمه دي. وتاني يوم بيبدا السوق ولا كانه سوق الجمعه، وكل الناس بتعرض الادوات والحاجات السحريه اللي عندها، وبيروح سيرج ومعاه ريوما للمحل بتاع دينو وبياخدوا سيرج على جنب علشان يتناقشوا في اللعبه اللي اخترعها ريوما وهو فاضي. اما ريوما بقى فبيقعد يلعب مع فيدل حفيد دينو على جنب، وبيقرب سيرج منه وبيعرفه ان دينو قبل الصفقه وهينتج صناديق الموسيقى بتاعته. وفي الطريق بيقف ريوما علشان يرتاح وبيلاقي السلايم النظيف اكل فحم وبيبدا يتحول لسلايم متخصص في الروائح النفاذه، حاجه كده زي المعطر. وبيرجع ريوما جيمول بالسلامه وبيقعد مع كالوم وبيديله كذا كيس من سائل السلايم الجديد علشان يجربه في المحل، وبيطلب منه يبلغه بالتطورات. وبيروح ريوما يقعد في المنجم اللي بيعتبره بيته، وبيلاحظ ان السلايم المعدني والحديدي بيحافظوا على خصائصهم لما بيغيروا شكلهم، وبيجرب يمسك واحد فيهم وبيشكله على هيئه سيف وبيلاقيه زيه زي السيف الحقيقي بالملي، وبيقرر يستفاد منه لما يخرج في رحلته للغابه. وبتبعت إيليا رساله لريوما بتحكي له فيها انها جهزت شنطتها علشان تروح السكن بتاع المدرسه، وبتلفت نظره ان في مهرجان هيتعمل عنده قريب، وبيفكر ريوما في هديه كويسه علشان يقدمها لإيليا بالمناسبه دي، وبيعصر مخه في كل النواحي ما بيوصلش لحاجه، وبيقرر يقدم لها حاجه هاند ميد كده تفتكروا بيها، وبينتج لها صابون من النوع الفاخر وبيستخدم قوالب على اشكال حيوانات علشان تعجبها. والصبح بيوصل ريوما للمحل وبيسال كالوم عن موضوع المهرجان اللي قالت له عليه إيليا في جوابها، وبيوضح له كالوم انه من المغتربين وما يعرفش معلومات كتير عن المدينه. وبياخد بعضه وبيقابل دولسي الفارس اللي عاش وتربى في المكان وبيساله عن المهرجان، وبيحكي له انه مهرجان بيحتفلوا فيه بتاسيس المدينه، وبيجي فنانين علشان يعملوا شو لطيف كده، واهل المنطقه بيحبوا يشاركوا وبيعملوا اكشاك وبيقفوا في الشارع الرئيسي وبيبيعوا من منتجات المدينه. وبيفكر ريوما يتناقش في الموضوع مع الموظفين عنده ويعملوا كشك صغير يقدموا حاجه من اللي بيعملوها. وساعتها بيخرج كالوم وبيبلغ ريوما ان جات له رساله مستعجله من كارلا وبتعرفه ان سلايم التنظيف بقى بيتكاثر اسرع من المعدل الطبيعي وما قدروش يروضوهم. وبيتحرك ريوما ناحيه الغابه وبيستخدم سحر الانتقال وبيوصل هناك في لمح البصر، وبتشوفه كارلا وبتدخله معاها على اوضه التنظيف وبيتفاجئ بكميه السلايم اللي عندها. بس ريوما مش اي حد برضه، وبيقدر يروض السلايمات اللي فلتت من الموظفين وبقى كلهم تحت امرهم. وبيبات ليلته بيتناقش مع الموظفين عن اخر المستجدات اللي حصلت. وتاني يوم بيصحى ريوما وبيخرج بره المحل علشان يرجع على جيمول، لكن بيقرر يرمي السلام على بيرو قبل ما يمشي، وبيلاقي جنب المحل بتاعه براميل كتير طالعه منها ريحه تخنق. وبيطلع بيرو بره المطعم وبيسلم عليه وبيوضح له انه وقع تحت ايده صفقه رنجه انما ايه وما قدرش يقول لها لا. وبيجيب ريوما السلايم المعطر علشان يمتص ريحه السمك اللي مطفشه الزباين دي، وبيسيب السلايم يتعامل وبيشرح لبيرو ان الريحه هترجع تاني بكره، وبيسلمه كيس فيه محلول يقدر يستخدمه علشان يمتص الريحه لحد ما يخلص من كميه السمك دي. وبيرجع ريوما بالسلامه وبيبقى سيرج مستنيه في المحل وبيوريه اول صندوق موسيقي عمله دينو، وبيفهمه ان الراجل اشتغل ليل نهار علشان ينتج كميه مناسبه يغزو بيها السوق، وبيفكروا ينزلوا بيها في المهرجان.
المهرجان، وبيطلب منه يبقى يأجر الأوض الزيادة عنده لناس من فرقة الفنانين اللي هيجوا يحيوا المهرجان. وما بيعترضش ريوما على كلامه وبيعرفوا ان المكان مكانه. وبالليل بيتلموا كل الموظفين علشان يتعشوا، وبيتناقش معاهم ريوما في موضوع انهم يشاركوا في المهرجان ويفتحوا كشك ويقدموا فيه وصفات مختلفة عن اللي بتعملها سلمى ليهم. وبيشرح لهم ريوما انه مش هيجبرهم على المشاركة وان دي حاجة زيادة لو هم حابين، بس الإقبال على الفكرة بيبقى تاريخي وكل اللي قاعدين بيوافقوا يشاركوا معاه. وبيقوم كل واحد منهم يشوف له وصفة يحضرها، وشوية وبتخرج لهم سلمى بأطباق أشكال وألوان بتزغلل عينيهم. وبيحس ريوما ان في أصناف زيادة، فبيقرر يقدم من الأكل لفرقة الفنانين علشان يختاروا نوعين أو 3 يركزوا عليهم. وبالليل بيجي سيرج ومعاه بيرنانس قائد فرقة الفنانين وبيعرفهم على بعض، وبيحييه بيرنانس على اختراعه صندوق الموسيقى لأنه بالطريقة دي هيقدر ينشر ألحان الموسيقى بتاعته بشكل أكبر وأسرع. وبيشكره إنه سمح له هو وفرقته يباتوا في الأوض اللي عنده. وبيعرف منه ريوما إن عشيرة النمل الحفار طلعت على الطريق السريع علشان تبني مستعمراتها، وبيلفت بيرنانس نظرهم إن ده ممكن يأثر على الناس اللي هتيجي المهرجان. وبيطمنهم ريوما إنه هيروح بكرة النقابة ويهتم بالموضوع بنفسه. ومن النجمة بيروح ريوما للنقابة وبيسأل البنت اللي في الاستقبال عن مهمة النمل الحفار، وبتطلع له ورق المهمة علشان يبص عليها، وبتبقى متقسمة أكتر من مهمة في حاجة واحدة. وبيختار ريوما أصعب مهمة وهي تحديد مكان المستعمرة، وبيتحرك على الغابة وبياخد معاه الطيور الملونة وبيطلب منها تلاقي مكان المستعمرة لأن المروض بتاعهم بيقدر يستخدم سحرهم ويشوف بعينيهم. وبيلف المكان عصفورة عصفورة علشان يعطر في المستعمرة. وبيقابل زمايله من مجموعة مغامرين من مدينة تانية وكانوا بيلموا الأعشاب، وبيعرف إنهم بيدوروا على الدروع بتاعت النمل الحفار، فبيقرر يكسب فيهم ثواب وبياخدهم معاه علشان يحلقوا على مستعمرات النمل ويقضوا عليه سوا ويقسم عليهم المكافأة. وبيخرج ريوما السلايم المعدني والحديدي علشان يبقوا زي الدرع الحامي. وبيظهر لهم النمل الحفار الجامبو وبيهجم ريوما على أول نملاية وبيخلص عليه وبيسيب صحابه يكملوا عليهم. وعلى آخر اليوم بيبقوا خلصوا المهمة وبيلم المغامرين الدروع بتاعت النمل وبيربطوها في العربية بتاعتهم، وبيركب معاهم ريوما وبيوصلوه لأول مدينة جيمول وبيشكروه على مساعدته. وبيقفوا 2 من المغامرين يتخانقوا سوا قدامه علشان يشاركوا في المهرجان، وبيقول لهم ريوما إن هو كمان هيشارك في المهرجان. وبيفكر شوية وبيرجع بيهم على المحل بتاعه، وبيتفاجئ كالوم لما بيشوفهم وبيوضح له ريوما إن عددهم قليل وهيبقوا محتاجين أيدي عاملة يوم المهرجان وما لقاش أنسب منهم يساعدوه. وبيرحبوا بيهم وسطهم وبيدخلوا كلهم الحفلة اللي عاملينها ترحيبا بفرقة الفنانين، وبتبقى معمولة برعاية الأكل اللي عاملاه سلمى علشان يعرفوا الآراء ويتبسطوا باليوم زي كل حفلة. وبتروح إليا المدرسة وبيبقى الكل عارف إنها بنت الملك وبيتجنبوها علشان يعدوا فترة دراستهم على خير، لكن هي بتبقى متضايقة إن ملهاش صحاب. وبتقابلها ميابي في القاعة الكبيرة وبتعرفها إن ريوما بعت لها رسالة، وبتفهم إليا محتوى الرسالة إنه بعتها معاها علشان يبقوا صحاب، وبتعرض عليها الفكرة. وبتفرح ميابي لأن أخيرا حد متقبلها. وبيشوفهم ولد من دحيحة المدرسة وبيطلب منهم يبقى صاحبهم، وهو بالمرة يبقوا جروب ثلاثي يدخلوا بيها تدريباتهم العملية. وبالليل بتبعت لريوما جواب بتحكي له فيه عن أول مغامرة ليها مع أصحابها الجداد في التدريب العملي، وبتبقى بعتله مع الجواب شوية توت بري لقيتهم في سكتها. وبعد كام يوم بتبقى المدينة كلها واقفة على رجل علشان يحضروا للمهرجان. من ناحية كل واحد بيبني الكشك بتاعه في المكان اللي اختاره، والناحية التانية ناس متشعلقة علشان تعلق الزينة. وبيجي ريوما وبيشوف الموظفين مشغولين بالكشك وبيبقى في بينهم جو من التعاون وكل واحد بيخلص حاجة. وبيتفاجئ ريوما لما بيلاحظ ان المسرح بتاع فرقة الفنانين جنبهم، وبيكتشف ان بيرنانس ساعد الموظفين في غيابه علشان يبنوا الكشك. وساعتها بيقرب بيرنانس وبيفهمه ان مش هيبقى في امتع من ان الناس تاكل من عندهم حاجة لذيذة وتقف تتفرج على العرض بتاعهم. وبيخرج كالوم من المحل وبيعرف ريوما ان عندهم مشكلة جديدة، وبيدخل معاه وبتشرح له انهم عاملين قائمة طويلة عريضة بيقدموا فيها اكلات مختلفة، بس ما عندهمش مشروب واحد علشان الناس تبلع بيه. وبيعصروا دماغهم في حاجة تبقى كرييتيف كده تبسط الناس. وبيقرر ريوما يعمل لهم ايس تي علشان يروقوا اعصابهم في المهرجان، وبيخليهم يجربوه والكل بينبهر بطعمه وبيوافقوا يحطوه في القائمة ويكملوا بيه الاحتفال. وبعدها ما بيلحقش ريوما ياخد نفسه لانه بيساعد كل واحد في حاجة شكل، وده علشان يلحقوا يخلصوا قبل ما الدنيا تضلم عليهم. واخيرا شروق يوم المهرجان المنتظر، والناس كلها بتصحى من النجمة وبيروحوا الشارع، ومنهم اللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيتمشى وبيتفرج من سكات. وبنشوف ريوما ماشي في الشارع وبيسمع صوت لحن مميز وبيقرب من التجمع اللي معمول قدام محل، وبيكتشف انه بيرنانس بيلفت انتباه الناس وبيعمل ماركتنج عالي حبتين لصناديق الموسيقى. وبيقرب ريوما من سيرج اللي بيتابع الكشك من بعيد وبيلاحظ ان في اقبال على الصندوق، وبيتكلم معاه ان الصندوق هيبقى احلى ذكرى يطلع بيها الناس من المهرجان. وبيسيبوا ريوما وبيتحرك ناحية الكشك بتاعه، وبيتفاجئ بكمية الناس اللي واقفة توابير علشان تشتري منهم، وبيشمر كم وبيدخل يساعد معاهم في الطلبات. وبياخد ريوما باله ان كل الموظفين مسحولين في شغلهم، وبيفكر انه ما ادهمش فرصة علشان يستمتعوا بالمهرجان. وبيبقى وولجان معدي وبيطلب منه ريوما انه يفسح فرقة المغامرين دول في المهرجان شوية. ووقتها بتيجي كارلا مع موظف
موظفين المحل التاني، وبتوضح لهم ان كالوم كلمها وشرح لها وضعهم وما استنتش ثانيه هي والموظفين وجم باسرع طريقه. وبيتبسط ريوما ان الكل همه عليه وعاوز يقف جنبه ويساعده، وبتحاول كارلا تقنعه يريح نفسه شويه وهم هيقوموا بالواجب. وبيفهمها ريوما ان وراه اخر مهمه هيعملها على طول وهيسمع كلامها. وبيروح ينحت لبيرنانس تمثال من التلج علشان يستخدمه في عرض بالليل. وبيرجع تاني على المحل وبيلاقي في وشه كارلا ويا دوب بتقول له يدخل يريح. بيجي سيرج ومعاه بيورو ناحيتهم لانهم عاوزين يتكلموا معاه في كلمتين، وما بيقدرش ريوما يعترض على حاجه وبيرحب بيهم جوه مكتبه. وبيسالوه بكل فضول عن مكونات الايس تي اللي هو عمله، وبيعرفهم انه ما اخترعش الذره ولا حاجه، يعني هو بس استخدم شويه من القمح اللي جابته فينا من قريتها. وبيقوم الاتنين فجاه وبيزعقوا فيه لانه ازاي اقرب اتنين ليه مستثمرين قد الدنيا وما فكرش يعرض عليهم حاجه زي كده. وبيروح ريوما لفينا وباقي البنات وبيبلغهم ان سيرج وبيورو هيشتروا منهم كميه معقوله من القمح ويكسبوا هم واهلهم من الارض اللي بيزرعوها. وبمجرد ما بيخرج ريوما بره المكتب بتقفشه كارلا وبتقول له ان جه وقت يفك عن نفسه شويه ويروح ياخد له جوله في المهرجان ويستمتع بيه. وما بيقدرش ريوما يرتاح لثانيه، وبيقابل عيل صغير تايه من امه وبيقعدوا على المنصه وبيحاول يعرف منه شكل امه او عنوان بيتهم، لكن الولد ما بينطقش. وبيتحرك معاه ريوما المكتب الامن بتاع المهرجان وبيتعرف عليه وبيحاول يسليه وبيحكي له قصه حياته وبيفتكر كل حاجه مر بيها كانها لسه امبارح. وبتقابله جليس وبتقف معاه شويه وبتلاحظ ان كل اللي رايح واللي جاي بيسلموا عليه، وبتبارك له جليس لانه كده رسميا بقى واحد من المدينه. وبيكمل طريقه لمكتب الامن وبيرجع الولد الصغير لامه من تاني. واخر اليوم بيقفوا كلهم مع بعض وبيشربوا من الايس تي اللي ابتكروا ريوما وبيحييهم على مجهودهم النهارده. وبيكملوا احتفال لحد الصبح، وبتسحبوا واحده من فرقه الفنانين وبتخليه يقدم معاهم جزء من عرضهم. وبيفرح ريوما بالاجواء اللي ما كانش هيستمتع بيها لو فضل في العالم بتاعه. وتاني يوم بيوصل لإيليا جواب منه وبيحكي لها فيه عن كل حاجه حصلت في المهرجان، وبيعرفها انه طلب من سيرج صندوقين موسيقى سبيشال اوردر، واحد ليه والتاني عشانها. وبيقول لها لولا الصدفه اللي جمعته بابوها وخلته يسيب الكوخ بتاعه ويجي معاهم على جيمول ما كانش قدر يحقق كل الانجازات دي ولا حتى يحس انه لقى بيته من تاني. ولحد هنا انا مشيت.